سحر الكي فريمز في الفيديو بتاعك. طيب لو انت بتعرف مونتاج او ابتديت في المونتاج، يعني مما لا شك في كده ان انت اكيد عدى عليك مصطلح الكي فريم. اذا كان مثلا اشتغلت على افتر افكت، حتى فوتوشوب فيها موضوع الكي فريم، وفي برضه برامج مونتاج على الموبايل فيها خاصيه الكي فريم. طيب ما جاش في دماغك سؤال كده، لو انت لسه داخل في مجال المونتاج جديد، ايه هو الكي فريم ده وازاي تستفاد منه صح؟ فالنهارده جاي اقول لك كل ده، ما تقلقش جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو، معاك كريم عدلي فيديو اديتور، ويلا بقى نخش في الفيديو. بص يا سيدي، فيديو النهارده هيكون فيديو مهم جدا، لان احنا النهارده هنشرح حاجه في المونتاج مهمه جدا، وهي اللي هتدي طابع للفيديو بتاعك. لو انت بس عايز تحرك تكست، تضيف اليمنتس للفيديو بتاعك، ازاي تعمل كل ده بموشن يكون حلو. طيب يعني ما جاش في بالك اصلا ايه هو الكي فريم ده، وايه هي كلمه موشن جرافيكس؟ الحاجات دي ما جاش في دماغك خالص. بكل بساطه خالص، موشن حاجه زي كده. يعني شفت الاليمنت اللي ظهر ده، هو ده موشن. الطريقه اللي ظهر بيها، ظهر بتحريك معين، هو ده اللي بنسميه عندنا في المونتاج الموشن، وبيتم معانا عن طريق الكي فريم. والكي فريم ده خلي بالك موجود في بريمير افتر افكت، حتى موجود في الفوتوشوب، وفي برضه بعض برامج المونتاج اللي على الموبايل. وبالمناسبه هنشرح برنامج منهم قوي جدا وحلو جدا قريب جدا ان شاء الله، فاتاكد انك مشترك في القناه. وخلي بالك كل حاجه في المونتاج معتمده على الكي فريمز، وازاي تفهمها صح، وازاي تعرف تطبق عليها صح. يعني خد بالك كل الترانزيشنز اللي انت بتشوفها دي اصلها من الكي فريم، يعني معموله من الكي فريم او ماخده حركه من الكي فريم. فالكي فريم ده مثلا لو انت لسه داخل على برنامج بريمير افتر افكت، لازم تعرفه جدا ولازم تتعلمه صح. فاحنا النهارده هنطبق على برنامج ادوبي بريمير، لكن كل اللي انا هقوله ده موجود في افتر افكت، وان شاء الله في فيديو تاني هبقى اشرح موضوع الكي فريم ده في افتر افكت. فالنهارده انا هاخد مستواك كده لليفلات سلالم، نطلع انا وانت من انت ما تعرفش حاجه خالص عن الكي فريم، وهخليك ان انت تعرف تلعب بيها بجد وتعمل بيها نقلات سريعه جدا. طيب في البدايه كده، ايه هي الكي فريم ده؟ مثلا انت في البدايه مثلا بتسمع مصطلح كي فريم، بيجي في دماغك شويه حاجات كده، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. فاحنا النهارده جايين نقطع الموضوع ده من جذوره. يعني تعالى بمثال بسيط جدا، نفترض ان عربيه من موضع السكون ورايحه مثلا لموضع نهايه، هل هتغمض عينك هتفتحها هتلاقيها راحت، ولا هتلاقيها بتتحرك معاك؟ هتلاقيها بتتحرك معاك. هكذا الاليمنت اللي في الفيديو بتاعك انت عايزه يتحرك معاك، فالحركه دي بنسميها الكي فريم. مثلا الحركه دي ممكن تتحرك مثلا في البوزيشن او السكيل او الروتيشن او تعمل اوباستي وحاجات كتير جدا. وبرضو الكي فريم ده لازم تاخد بالك من شويه الخواص الفيزيائيه. طيب ايه هي مثلا الخواص الفيزيائيه؟ ان الجسم اول ما بيبتدي يتحرك سرعته بتكون قليله، وبعد كده يزيد، وبعد كده يبطأ تاني لحد ما يقف. كل دي ثوابت فيزيائيه ما فيهاش فيها اي مشكله، وان شاء الله الثوابت دي برضو هناخدها معانا في التطبيق. بس بقى تعمل لايك، تشترك في القناه مش مشترك، كمان تفعل زرار الجرس. فتعالى على طول نروح علشان نفهم فعلا ايه هو موضوع الكي فريم ده. طيب انا دلوقتي هاخدك من مرحله ان انت ما تعرفش اي حاجه خالص بالنسبه للكي فريمات، لحد ما اخليك تحترف فعلا الكي فريمات. بس انت لازم تجرب وتعمل بيها شغل علشان تعرف تتعامل معاها وتعرف فعلا تطلع منها نتائج حلوه. فعلى طول تعالى نخش. مثلا لو انا معايا مثلا لوجو برنامج اي حاجه، فانا عايز ادخلها كده بطريقه شيك بترانزيشن يكون حلو وتحريك كده. فادخلها ازاي؟ مثلا عايز ادخل الايقونه بتاعت برنامج بتاعت بريمير، مثلا ادخل على افكت كنترولز، اظبط بوزيشن والسكيل. مثلا انا عايز الموضوع يبقى هنا، يعني عايزه مثلا يجي من بره وايه يجي هنا. يعني مثلا بدل ما يدخل كده حد، لا احنا عايزينه يدخل فجأة. يعني مثلا كده لو حطيناه هنا، بدل ما نلاقيه بيدخل كده يعني ما فيهوش اي حركة، عايزينه يدخل بتحريك. طيب اشبه لك الموضوع ده بايه؟ مثلا عربية او اي حاجة بتتحرك ليها موضع سكون وليها موضع نهاية، تمام؟ فانت بتشوف العربية وهي بتتحرك، والعربية بتعمل انيميشن كده مع نفسها وهي بتتحرك، تمام؟ فالتطبيق اللي انا هعمله دلوقتي ده هيخلي فعلا الموضوع يثبت في دماغك. فانا عايزك تعرف ان الموضوع زي المثال اللي احنا ذكرناه، انها عربية بتتحرك من موضع بداية لموضع نهاية. فتعالى على طول نشوف هنعملها ازاي. مثلا هنيجي بشوية كده
عند موضع النهاية وهنحط كي فريم، وهي دي علامة الكي فريم او التوجل انيميشن، فهي دي العلامة. فانا مثلا عايز احط هنا علامة هنا بتاعت الكي فريم، وهرجع من موضع البداية وهرجع الايقونة بره كده، بحيث لو احنا مثلا جربنا نشغل ونشوف هنلاقيها بتدخل كده. بس هنلاحظ انها ايه، يعني ممكن تكون بطيئة شوية مش سريعة. فممكن مثلا نقرب دي كده شوية، فلو شغلنا هنلاحظ انها دلوقتي حلوة تمام. بس كده هنلاحظ انها حلوة وتمام جدا، بس مشكلتها انها ايه، تحس انها حادة، ما فيهاش اي حس فيزيائي خالص. يعني بتدخل المعدل اللي بتدخل بيه هي نفس المعدل اللي بتخرج بيه، مفيش اي يعني ايه تغير فيزيائي. يعني المفروض في الفيزياء ان الجسم اول ما بيبتدي يتحرك بيبتدي يتحرك ببطء وبعدين بيسرع تدريجي او بيزود سرعته تدريجي. فاحنا نعمل كده ازاي؟ او مثلا زي العربية اول ما بتيجي تطلع علشان ايه يعني تاخد موضعها وموضع استقرارها، تلاقيها في الاول بطيئة وواحدة واحدة في التسارع بتتسارع معاها. فمثلا انا عايز اخليها تخش ببطء وبعدين في الاول بطيء وبعد كده بسرعة، فاعملها ازاي؟ فبسهولة جدا هنيجي عند اول كي فريم هندوس عليه كليك يمين، ومن الاختيار ده هنختار ايز اوت، يعني بقول له ان هي دي منطقة البداية او دي نقطة البداية. وعندي الكي فريم التاني هندوس على ايز ان، من نفس الاختيار هنا هندوس على ايز ان، وهنا بقول له ان ده التاني او الكي فريم التاني او منطقة النهاية. فلو لاحظت لو شغلت كده هلاحظ ان الموضوع بقى فيه سنة انيميشن شوية وبقى فيه سنة نعومة. لو لاحظت اهوت في سنة نعومة هي بيدخل بطيء وبعدين يسرع. طيب انا برضو مش عجباني الحركة دي، بالرغم ان انا عملت الموضوع ده انا مش عجباني الحركة دي. طيب تعالى الكي فريمات دي هنا كده شوية عشان نعرف نشتغل هنظبطها ازاي وانا مش عجباني الحركة دي. هقول لك دلوقتي متقلقش انا معاك. هنعملها ازاي؟ عارف انت السهم اللي جنب علامة التوجل انيميشن هندوس عليها اللي هي دي كده تمام. فممكن برضو نكبر من علامة زائد في الكيبورد ده. لو لاحظت الكيرف بتاع الحركة، فانا عشان خاطر عملت ايز ان او ايز اوت وايز ان، فلو لاحظت هتلاقي الكيرف عامل كده. مثلا لو انا رجعت لكل حاجة لاصلها من غير ما اعمل ايز ان وايز اوت، مثلا لو دوست كليك يمين على الكي فريم والاختيار ده وبعدين اخليها اللينير مش البيزير ده لو انا عملت ايز ان او ايز اوت، فنخليها لينير. والتاني برضه هندوس على نفس الاختيار ونخليها لينير. هتلاحظ هنا ان الكي فريم حاد كده، يعني لو لاحظت على الجراف ده او الشكل التخطيط ده اللي انت ممكن تعدل عليه وهعرفك ازاي دلوقتي تعدل عليه، هتلاحظ انها ايه خط كده مستقيم حاد ما بيعملش اي كيرفات. فلو انا عملت دي كده ايز اوت مثلا دي منطقة البداية ودي منطقة النهاية، لو دوست مثلا ايز ان فهلاحظ ان هو بيعمل لي الكيرف ده، ان هو مثلا في الاول بطيء وبعدين بيسرع وبعدين يبطأ تاني. زي مثلا انت راكب عربية في الاول عشان تاخد التسارع بتاعها بتكون بطيئة وبعدين بتبتدي تبطأ تاني، لما انت تاخد التسارع وتكون عايز تقف بتبتدي تبطأ تدريجي لحد ما تقف. كذلك الموضوع ده، يعني الحاجات دي تبقى حس فيزيائي كده تمام. فمثلا ده بيدخل بطيء وبعدين وصل لأقصى نقطة عنده سريع وبعدين هيبطأ تاني اهو. طيب انت عايز تلعب في الجراف اديتور ده يعني سهلة وبسيطة جدا، متقلقش انا معاك. قلتلك انت مثلا عايزها تدخل بسرعة هتعملها ازاي؟ مثلا هتيجي عند الحاجتين دول كده زي ما انت شايف بالماوس هنسحبها كده. لو لاحظت ان احنا بنلعب بالكيرف ده، يعني الكيرف ده لما يوصل لفوق كده يبقى دي اقصى سرعة، فهو كده هيدخل باقصى سرعة وبعدين هيبطأ لوحده. فلو شغلنا هتلاحظ ان هو دخل هنا باقصر سرعة عنده وبعدين هيبطئ مع نفسه. فلو جبتها لك كده بالراحة خالص هتلاحظ انها كده تمام. لو انت عايز العكس هتعمل ايه؟ هتجيب دي كده يعني عشان برضو لو لاحظت انها ما عادش متحدده معاك فهتحدد الاتنين كي فريم وهتعمل دي كده. كده هتلاحظ ان في شويه تعادل. فلو عملت كده شويه هتلاحظ ان في شويه تعادل، انها بتدخل بسرعه بطيئه وبعدين تعلى وبعدين تبطأ تاني بس بشكل ملحوظ. فلو شغلت شوف كده هتلاحظ ان الموضوع بقى فيه برضو شويه سموز اكتر تمام. فلو احنا مثلا
جربنا تجربة كده، عملنا دي نسخة تانية فوق، تمام. بس تعال نجيبها نفس الحاجة ونفس كل حاجة، هنخلي بس ان البداية هنا كده انها بدل ما تكون كده هنغير الواي بتاعها او الطول بتاعها، فتعالى مثلا نخليها كده فوق عشان نعرف الفرق بينهم. فهناخد دي كده كوبي وهنروح عند هنا كده في الحاجات دي، تمام، عند الكي فريم ده، وهنقول هنا بيست عشان التأثير يخش عادي. هتلاحظ ان الاتنين بيخشوا مع بعض في نفس كل حاجة. بس لو انا جيت عند اللي فوق ده ولغيت كل حاجة انا عملتها، يعني خليته لينير وخليت التاني ده برضو لينير، تعال نلاحظ الفرق بينهم. فلو لاحظتوا احنا داخلين، شفت ده في سن التدريج، اما ده داخل حاد كده، ده داخل بطريقة حادة، اللي فوق ده داخل بطريقة حادة من غير اي حاجة كده، تمام. فلو لاحظت برضو ان الموضوع ده بيفرق جدا. طيب احنا عايزين نعمل سنة احترافة بسيطة كده، يعني مثلا تعالى نخلي اللي فوق ده، نخليه مثلا، تعالى هنحذف اللي فوق او هنحذف التأثير اللي فوق ده، فهنعمل مثلا كده وهو هنا، وهنلغي الكي فريم بتاعه عشان يثبت على هنا. مش عايز يعمل كي فريم، عايزه يكون ثابت معايا، وعايز اعمل له موشن خاص بكده. في حركة سريعة جدا موجودة في الافتر افكت وانت ممكن تعملها هنا على برنامج ادوبي بريمير. ايه هي بقى؟ اللي هي موضوع الموشن بلور. الموشن بلور دي حاجة مهمة جدا وصعبة جدا، وهي هتنقل فعلا حركة الانيميشن بتاعتك. طيب هتعملها ازاي موضوع الموشن بلور دي؟ سهلة بسيطة جدا. هتروح على قائمة افكتس وهتبحث على افكت اسمه ترانسفورم، هتلاحظ ان الافكت هو ده معانا، فهتسحبه على الصورة اللي فوق عشان نشوف الفرق بينهم. ولو رحنا على افكت كنترول هتلاحظ ان هو ده الافكت ترانسفورم. فالافكت ترانسفورم ده اللي احنا هنحرك منه كل حاجة. يعني خلاص اركن الموشن اللي فوق دي على جنب، فبعد كده معانا ترانسفورم. طيب انت هتحرك على طول من البوزيشن اهوت والسكيل، هتحرك على طول؟ لا، هتعمل بس حاجة بسيطة. هتخلي هنا الشطر انجل هتخليها 180، وهتلغي التفعيل من دي اللي هي يوز كومبوزيشنز شطر انجل، هتلغي تفعيلها وهنخلي الشطر انجل 180. تمام جدا. وهنبتدي بقى نعمل انيميشن. فتعالى ناخد موضوع الانيميشن ده بحيث ان هما الاتنين يكونوا في نفس المدة، وناخد نفس كل القيم. يعني ناخد مثلا القيمة دي كوبي ونروح عند القيمة دي عشان هما الاتنين يعملوا نفس الانيميشن. وهناخد كده من ترانسفورم دي كده بيست، تمام جدا. فهي كده واخدة نفس القيمة. نبتدي نعمل هنا كي فريم، وهنيجي عند نهاية الانيميشن هنا كده، وهنعمل برضو هنا كي فريم، او هندوس هنا بيست برضو. فهتلاحظ ان الاتنين بقوا مع بعض في نفس الحاجة، فهتلاحظ ان مفيش تغيير. فتعالى تاني نروح عند هنا كده في النهاية، هناخد دي كوبي وهنروح هنا كده البوزيشن دي وهنقول لها بيست، تمام جدا. فتلاحظ انها بقت معانا. بس شوف كده، لاحظ يعني دي حتى مش معمول لها ايز ان وايز اوت، لكن لاحظ هتلاقي ان في ايه شويه موشن بلور كده بيدخل بيها، او الموضوع يعني ايه مراغوش كده في البدايه. فتعالى بقى نعمل لها ايز ان وايز اوت. مثلا دي هنا هنعمل لها ايز اوت، ودي مثلا كده هنعمل لها ايز ان. وهنفتح الجراف اديتور كده نعدل فيه شويه. تعالى نكبر دي شويه كده عشان برضو نكون الموضوع واضح معانا. وهنعملها زي ما عملنا دي كده، هنعمل كده وبعدين كده. فلو شغلنا عشان نشوف التأثير، فهتلاحظ شوف بقى الحتة دي كده هتلاقيها يعني فيها بلور كده شوية مرغوشة. وممكن لو عايز تزود البلور ده هتزود الشطر انجل، بس لو زودنا الشطر انجل خالص هتلاقي الموضوع ايه بايظ خالص. خلينا 360 اعلى حاجة، او مثلا خلينا كده الشطر انجل 200 مثلا 27. هتلاحظ انها بقت بزيادة شوية مش الحد الطبيعي. فمثلا لو شغلنا بص كده الموشن بلور، هي حركة الموشن بلور اللي انا بقول لك عليها دي بقى بتحاكي فعلا الطبيعة بجد. طيب هل الكي فريم يعني ترانزيشن وبس على كده او ان انت تحرك عناصر؟ لا، هي ليها كمان استخدام مع الموسيقى.
تعال نشوف بس جزء صغير. مثلا انا عندي الموسيقى دي تمام، فموسيقى عاديه ما فيهاش اي حاجه. فمثلا لو جربنا نبحث على افكت اسمه هاي باس، افكت اسمه هاي باس، فتعال نبحث عنه. هو ده الهاي باس اهوت، هنسحبه على الصوت. تمام جدا. فهو ده الافكت الهاي باس. فلو شغلنا هتلاحظ ان الصوت مكتوم او تحس ان هو بيشتغل على موبايل. فهو ده افكت الهاي باس. لو احنا لجينا تفعيله موسيقى عاديه فاحنا فعلناه هيبقى كده تمام. فانا عايز اخلي افكت الهاي باس ده يعمل تدريج. هنعمل ايه؟ هنسيب الافكت متفاعل عادي، هنيجي مثلا عند النقطه دي هنعمل كي فريم هنا وهنخليها 10 اللي هي مفيش اصلا افكت هاي باس. وبعدين مثلا هنعمل كده من هنا لهنا كده هنزودها، او هنعمل لها ريست علشان تبقى زي قيمتها الاولانيه. وبعدين هنا كمان شويه هنعمل كي فريم تانية بس وهنخليها نفس القيمة. وكمان شوية بعديها هنعمل كي فريم بس ب10 اللي هي اقل حاجة. طيب انا هنا بعمل ايه؟ بقول للبرنامج شفت هنا كده من هنا لهنا عايزك تبتدي لي في الافكت وكل المدة دي يكون الافكت موجود، لكن بقى من هنا لهنا تلغي لي الافكت. طيب ده ممكن تستفيدها في ايه؟ مثلا لو في افكت اللي هو الووش ساوند افكت ده او اللي هي ووش ساوند افكت، وانت عامل مثلا تصوير منتجات او تصوير بيرول، فالموضوع ده بيفيدك جدا. فالموضوع لسه فيه تطبيقات كتير جدا، فانا وانتم مع بعض هنطبق وهنظبط العمل ده. فتعالى برضه هنعمل الاول كي فريم ده از اوت، وتاني افكت ده او تاني كي فريم هنعمله از ان، واول كي فريم هنعمله برضو از اوت، والتاني هنعمله از ان. تمام. وممكن برضو نفتح الجراف اديتور نعدل عليه، لكن انا شايف ان هو تمام يعني ما فيهوش حاجه. طيب انا حاسس الافكت بطيء شويه فهقرب الكي فريمات من بعضهم. الكي فريمات هنقربها من بعضهم كده، ممكن نقرب ده كده شويه عشان الافكت يكون سريع شويه، عشان حاسس الافكت بطيء. فهو كده اتقرب قوي، فايه تعالى نقرب سنه كده صغيره. ممكن برضو نكبر كده من هنا كده. فتعال نشغل. فشفت الطريقه اللي بينقل من الافكت، بس تعال نشوف هو بيخرج من الافكت. بيخرج من الافكت بالطريقه دي. فالموضوع له استخدامات كتير جدا، فانت عيش بقى مع نفسك براحتك. انا عارف ان الفيديو طول، لكن حاولت الم لك اساسيات والحاجات المهمه اللي بيتعلق بيها موضوع الكي فريم ده. وبس كده خلصنا الشرح بتاع النهارده. يا ريت قبل نهايه الفيديو بقى تعمل لايك وتشترك في القناه، مش مشترك كمان فعل زرار الجرس. بس قبل نهايه الفيديو عايز بس اقول لك كام حاجه. ان الكي فريم ملهاش قاعده ثابته، هي حاجه بتاخدها بتثبت في دماغك وبتقعد تطبق فيها براحتك. ممكن تلعب شويه في ظهور اليمنت تكست حاجه زي كده، ملهاش قاعده محدده، ملهاش 1 2 3. وممكن تقعد تلعب بالجراف اديتور، وممكن تقعد تلعب في خواص الكي فريم. فانت شوف اكتر حاجه صح هتناسبك للفكره اللي انت عايز توصلها للمشاهد. فكل الحاجات دي لو سبتت معاك فعلا هتعرف تطلع من الكي فريم ده نتائج مذهله جدا. بس كده يلا سلام.